بنحتار كتير في الزمن ده، هل المفروض أعيش قوي ولا أعيش وديع؟ سؤال محير. تعالوا نتعلم من ناس عرفت تحسبها صح وعرفوا بجد الإجابة السليمة. تعالوا نشوف واحد كده كان قوي، عاش حياته قوي، كان يقول الكلمة ما يرجعش فيها والناس كلها تسمع كلامه. مين اللي بيسمع كلامه؟ صغير وكبير، غني وفقير، رتب عالية وعساكر وجنود وناس غلبانة وبسيطة، كله بيسمع كلامه. هذا القوي كان قويا، وده كان القديس يوحنا المعمدان، كان يقول الكلمة ما يرجعش فيها. طب في قوته دي هل يا ترى كان وديع؟ تعالوا نشوف. في يوم من الايام جاله هيرودس ده راجل كبير مسؤول، قال له قل لي يحل لك الحاجه اللي ربنا ما يحللهاش. يوحنا كان قويا، قال له لا يحل لك يا يوحنا، هسجنك، لا يحل لك، لا يحل لك. طب وبعدين سجنوا. يوحنا انت قوي ودلوقتي اتسجنت، يلا بينا بقى نعمل ثوره ونلم الشعب باشاره صغيره بس منك، كل الشعب ده يهيج على هيرودس ويشيل هيرودس كله. لكن يوحنا كان قويا لكن بوداع، ما عملش كده. يوحنا اتقال عنه انه صديق العريس، فكان شبه صديقه، كان وديعا رغم انه قوي لغايه استشهاده، وقف بقوه يعلن الحق لا يحل لك، لكن بوداعه، من غير عنف، من غير ثوره، من غير اي حاجه. فاذا كنت قويا خليك قوي، لكن قوي بوداع. واحد تاني تعالوا نشوفه، كان وديع في حياته كلها، زي ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم الحقيقه عاش حياته وديع. لوط يقول له تعالى نتخانق، يقول له ابدا، لا تكن مخاصمه بيني وبينك يا ابونا ابراهيم، ده انت كبير، لا 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 لا، ما بتخانقش على فلوس، ما بتخانقش على ارض، ما فيش خصام. طيب وانت وديع كده يا ابونا ابراهيم، خلاص بقى يتاكل حقك؟ لا. يوم ما جه حد يظلم لوط ويظلم شعوب ويأسرها وياخدها، قام ابونا ابراهيم اللي وديع جدا بمنتهى القوه يحارب 4 ملوك. 4 ملوك يا ابونا ابراهيم، هتحاربهم بمين؟ بغلمان البيت. غلمان دول يعني غلام حد صغير، هتحارب بيهم؟ ايوه. طب وهيحصل ايه؟ عشان قوه ربنا اللي معايا هكسب الحرب. طب بعد ما تكسب الحرب يجي بقى ملك سدوم ويقول لك ابونا ابراهيم ايه رايك، هديك فلوس كتير قوي واديني شويه النفوس اللي معاك. يقول له لا مش هديك. طيب ابدا، انا ما بكسرش الوصيه، انا وديع لكن في وداعتي فانا قويا. وقف ابونا ابراهيم يقول له لا اخذن منك خيطا ولا شرك نعل لئلا تقول اني اغنيت ابرام. فلوس تحت الرجلين، اما النفوس دي وصيه ربنا نحافظ عليها نوصلها السماء. فكان ابونا ابراهيم وديعا ولكن في وداعته كان قويا. عليك تختار، لو انت قوي خليك قوي، لكن خليك بينما انت قوي وديع. وانت وديع زي ما انت خليك وديع، بس اوعى تكون وداعتك دي من غير قوه. القوه والوداعه مع بعض تشبه بيهم الهنا الطيب اللي قوي جدا وقادر جدا، لكنه قيل عنه انه وديع، لا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبه مردوده لا يقصف. هو ده ربنا اللي احنا بنتشبه بيه ونشوفه ونقول يا رب نفسنا نبقى اولادك شبهك، الناس تشوفنا فتشاور علينا وتقول اننا ولادك.